حاجة سامية فرحت لما الشقة بتاعتها ولعت. بكلم صديقة ليا لقيت صوتها حزين، بقول لها مالك في ايه؟ قالت لي الحاجة سامية ماتت. قلت لها ومين الحاجة سامية؟ قالت لي دي ست عندها يجي 70 سنة، سكنت في شقة فوقنا من 5 سنين ولا حد يعرف لها اهل ولا ولاد ولا اي حد. بعد سنة من وجودها في العمارة ابتدت تعمل تصرفات غريبة، تخبط كل يوم والتاني افتح لها تقول لي حبيبتي الغسيل بتاعك بينقط على غسيلي. اقول لها لا يا حاجة انا غسيلي ناشف. تقول لي خلاص مفيش مشكلة، وتحاول تفتح معايا في اي كلام، عاملة ايه، وتتكلم عن الاسعار، عن عامل النظافه، وانا اقفل معاها في الكلام واقول لها معلش اصل ورايا شغل في البيت. وعرفت من الجيران انها بتعمل كده مع كل حد في العماره، والكل بقى خايف من تصرفاتها ومحدش بقى يفتح لها الباب. وعدى سنين وهي بتعمل كده. اوقات كانت تقعد في مدخل العماره تستنى الناس وهي راجعه من الشغل، والكل مستغربها وبقى بيخاف منها وبيبعد عنها. لحد ما في يوم اول رمضان وقبل الاذان بنص ساعه شمينا ريحه حريقه جامده جدا ودخان طالع من المطبخ بتاعها. كل العماره نزلت جري وقعدنا نخبط وما بتفتحش، خلاص هنكسر الباب، قلقنا جدا وفي الاخر فتحت. الكل دخل وبقى يتحرك جوه بيتها، اللي بيطفي النار واللي بيفتح الشباك واللي قاعد جنبها بيطمن عليها، وانا كمان قعدت جنبها بقول لها ازاي بس ما خدتيش بالك يا حاجه من ريحه الدخان وكل الحريقه دي؟ قالت لي والله يا بنتي نمت غصب عني، انا كنت مستنيه الاكل يستوي والحمد لله يعني، بس السن له حكم وما بقتش بشم كويس زي الاول. قلت لها طيب تعالي بقى النهارده وافطري معانا. خدتها وطلعت شقتي وحطيت الفطار، واول ما الاذان اذن لقيت عينيها بتدمع. قلت لها مالك بس في ايه؟ قالت لي والله دموع الفرحه يا بنتي، والله انا مبسوطه قوي من اللي حصل النهارده. قلت لها بهزار كده هو انت مبسوطه ان شقتك كانت هتولع؟ قالت لي تصدقي بالله لو قلت لك اللي حصل النهارده خلى العماره كلها تنزل عندي.